لو ما جربتيش تعملي السمك بالطريقه دي يبقى فاتك كتير جدا جدا. صينيه سمك بالخلطه احلى من بتاعه المطاعم 100 مليون مره. مفيش حد هيدوقها من ايدك الا وهيشكرك عليها جدا، وولادك وجوزك دايما هيطلبوها منك. الخلطه دي يا جماعه مش عايزه اقول لكم قد ايه طعمها تحفه، وهي كده بقى يعني واخده لون كمان فظيع في الفرن. تتاكل بقى جنب رز صياديه، تتاكل جنب رز ابيض، او تتاكل بالعيش. بس خطيره خطيره. مش هتحتاجي كمان تعملي جنبها سلطه من حلاوتها ومن حلاوه الخلطه بتاعتها. يلا بقى بينا نسمي الله ونبتدي الفيديو بتاعنا. بس يا ريت تعملي لايك للفيديو واشتراك للقناه لو لسه ما اشتركتيش، ولو اول مره بتشوفيني انا اسمي سعاد. ويلا بينا نسمي الله ونبتدي الوصفه بتاعتنا. احنا هنا بقى عشان نعمل صينيه السمك الحلوه جدا دي ان شاء الله اللي هتعجبك قوي، محتاجين سمك يكون جزل بالطريقه دي، متقطع جزل. بتجيبي سمكيه بتكون كبيره، ده سمك دراك يا جماعه. زي ما انتم شايفين الجزل بتاعته متقطعه تقطيعه عريضه، مش عايزاها تكون رقيقه عشان ما تتهريش معايا اثناء التسويه. تمام كده. هنحتاج كمان لعصير طماطم فريش، حوالي 15 فص من الثوم، قرنين من الفلفل الاخضر، 4 ليمونات، معلقه صغيره كمون، ومعلقه صغيره كزبره، ومعلقه صغيره ملح، وخضره مشكله. انا هنا كان معايا كزبره وشبت. لو ما عندك بقدونس تقدري تحطي. هنا تقريبا دي حوالي كوبايه كده من الخضره. تمام كده. هنا بقى هجيب الكبه وهنزل بالثوم. انا عايزه الاول افرم الثوم لوحده عشان هنطلع منه حوالي نص معلقه صغيره، وهقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. فهفرم الثوم لوحده في الاول. وما تنسيش وتحطي الثوم والفلفل عشان احنا محتاجين ثوم ساده كده من غير اي حاجه. انا هنا فرمت الثوم فرم ناعم. هاخد نص معلقه كده صغيره، هحطها كده في طبق وهسيبها على جنب دلوقتي، واقول لكم هنحتاجها امتى بالظبط. تمام كده. نص معلقه صغيره مش اكتر من كده. هحط بقى دلوقتي الفلفل، وهحط كمان التوابل، الملح والكمون والكزبره. لو عندك شطه او بتحبي الاكل حامي تقدري تحطي، بس انا عندي ولاد فمش هحط شطه، مش عايزه السمك يكون حامي يعني. لو عندك توابل سمك او بهارات سمك تقدري تحطي برضو. نص معلقه صغيره كفايه جدا عشان ما تغيريش طعم السمك خالص. انا مش بفضل احط اي توابل زياده على السمك، بحب احس بطعم السمك، مش بحب احس بطعم التوابل اكتر. هنا بقى هعصر ليمونه على التتبيله بتاعه السمك. ليمونه واحده بس كفايه قوي على التتبيله. بقيه الليمون هنعصره على السمك نفسه بعد ما نتبله. وهفرمهم فرم كويس جدا. عايزه الفرمه تكون ناعمه، مش عايزه الفلفل تبقى او الفلفل اللي احنا حاطينه يبقى خشن يعني في التتبيله. تمام كده. شايفين الفرمه ناعمه ازاي يا جماعه؟ انا عايزاها كده بالظبط. ودلوقتي بقى نبتدي ان احنا نتبل السمك بتاعنا كويس جدا جدا. هنمسك بقى قطعة السمك. زي ما قلت لكم السمك ده اسمه سمك دراك. عند بتاع السمك لما بتجيبيه بتخليه ينضفه لك كويس ويقطعه لك. المهم تقولي له انا عايزه القطعه بتاعتها تكون عريضه شويه، مش عايزاها تكون رقيقه، لانها لو رقيقه شويه اثناء التسويه هتلاقيها اتهرت معاكي. فالتقطيعه دي كانت بالنسبه لي كويسه جدا جدا. هنعمل بقى ندلكها كويس قوي بالثوم او بالتتبيله اللي احنا عملناها. وهنبتدي احنا بصوابعنا كده ندخل التتبيله دي جوه لحم السمك نفسه عشان السمك ياخد من طعم الثوم. واثناء الاكل نلاقيه حايق كده، ما نلاقيهوش محتاج تتبيله او طعمه ناقصه حاجه. وطبعا احنا لما نتبل السمك هنخليه يقعد في التتبيله دي مش اقل من نص ساعه. تمام. ما ينفعش ان احنا نتبله وعلى طول ناخده ان احنا هنسويه، لا لازم نسيبه شويه عشان يتشرب كده منها ويبقى طعمه مظبوط. انا هعمل بقى كميه السمك كلها مش عشان ما اطولش الفيديو عليكم. انا هنا هو تبلته كله. دلوقتي هبتدي بقى اعصر عليه ليمون، يعني ليمونتين كده يكونوا كبار. السمك يا جماعه لما بتحطوا له ليمون بالزياده بيبقى طعمه حلو جدا، بيفرق جدا في طعمه. فهنعصر بقى ليمون كويس جدا. وهنبتدي كمان احنا نقلب السمك عشان اللي تحت كده يطلع لي فوق وياخد برده من الليمون. بصوا هقلبه ازاي عشان بصوا اللي تحت كده يطلع فوق. هعصر بقى ليمون على السمك ده تاني اللي طلع لي كده من تحت. تمام كده.
دلوقتي انا تبلت السمك كله، هخليه بقى يتشرب كده كويس من التتبيله، ويلا بينا نعمل خلطه بجد رهيبه جدا جدا. صدقيني صدقيني لو عملت السمك بالطريقه دي والله العظيم 3 مش هتبطلي تعمليها. ويلا بقى بينا نعمل خلطه جامده جدا. هنا معايا حله تكون سخنه، حطيت فيها حوالي 4 معالق من الزيت. تمام. وهنزل ببصلايه تكون مفرومه فرمه ناعمه برضو، وعايزه بس البصلايه تدبل، انا مش عايزاها تاخد لون، انا عايزاها بس تدبل. دلوقتي البصله دبلت، هعمل ايه؟ هنزل بنص معلقه الثوم اللي احنا خدناها من قبل ما نعمل التتبيله، لما فرمنا الثوم في الاول اهي، فاكرينها؟ تمام كده. طبعا هقلبهم كويس مع بعض، واول ما ياخدوا لون اصفر، انا مش عايزاها تاخد لون غامق، انا عايزاهم بس يصفروا كده مع بعض. هننزل على طول بعصير الطماطم الفريش اللي احنا عملناه. لا بصوا، هنا قبل ما ننزل بعصير الطماطم هنزل بشويه كده من الخضره، لما بتتشوح مع البصل عايزه اقول لكم بتدي طعم تحفه. يعني جربوا كده، ما تحطوش الخضره كلها في الاخر، لا حطوا شويه كده، شوحوهم. حتى يا جماعه لما نيجي نعمل المحشي، يعني في تسبيكه المحشي او في الخلطه بتاعه المحشي، حطوا شويه خضره مع البصل، شوحوهم، وبعدين انزلوا بالطماطم، وفي الاخر خالص نحط بقيه الخضره، بتفرق جدا جدا. نزلت كده بالطماطم او عصير الطماطم الفريش، واقلبهم كده كويس، وهحط كده معلقه صغيره من السكر وهسيبها لغايه ما تتسبك خالص. انا عايزاها تتسبك على الاخر، مش عايزاها يكون يعني لسه مثلا او نص تسبيكه، لا عايزاها تتسبك على الاخر. تمام كده. هغطيها، واول ما تتسبك هنشوف هنعمل ايه. هنا بقى على بال الصلصه ما تتسبك، هنبتدي بقى ان احنا نقلي السمك. قعد شويه حلوين في التتبيله، انا هنا عفرته يا جماعه بالدقيق. واهم حاجه تنزلي زوايد الدقيق منه، عشان لما بتنزل في الزيت بتحرق الزيت، والسمك بيكون لسه ما استويش، فبالتالي الزيت لما بيتحرق وبياخد لون بيخلي كمان السمك يغمق. فانا مش عايزه الخطوه دي خالص. انا نضفت السمك من الدقيق كويس جدا، والزيت لازم يكون سخن جدا، والنار هنا اعلى من الوسط، لا عاليه قوي ولا واطيه ولا حتى وسط، انا عايزاها اعلى من الوسط. واول ما ياخد لون ذهبي هنبتدي نطلعه. السمك مش بيستوي تسويه كامله، انا عايزاه هنا 3/4 تسويه. هنا السمك هو ابتدى ياخد لون من تحت، فهقلبه بقى. اول ما ياخد لون ذهبي فاتح، نخلي بالنا واحنا بنقلبه عشان ما يتكسرش مننا. واول ما ياخد لون من على الجنب التاني هنبتدي ان احنا نطلعه على طول على مناديل. انا عايزاه يصفى من الزيت بتاعه، عشان لما نحطه في الخلطة ما يبقاش كله زيت ويخلي الخلطة بالتالي تبقى كلها زيت. لا انا عايزاه يتصفى كويس جدا من اي زيت فيه. شايفين اهو ابتديت ان انا اطلع. ما تخلوش لغاية ما ينشف منك في الزيت، مش هيبقى حلو خالص، بعد ما يستوي هينشف اكتر. فاول ما ياخد لون دهبي، انا هنا يعني في كام حتة كده نسيتهم فغمقوا مني شوية، بس يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بس الحمد لله الباقي يعني طلعته كان مظبوط. تمام كده. هبتدي ان انا احط الطاسة التانية. هنا بقى اثناء ما كنا بنقلي كانت الخلطة اتسبكت كويس جدا، وهوريها لكم دلوقتي كان شكلها بقى عامل ازاي. بصوا اتسبكت بنسبة 100%، شايفين؟ دلوقتي بقى هحط بقى التوابل بتاعتي. هنا عندي حوالي نص معلقة كده من الكمون، ونص معلقة من الكزبرة، وحوالي معلقة برضو صغيرة كده مليانة من الملح.
تمام كده. وما نكترش توابل ليه؟ لان السمك بتاعنا فيه توابل، وهنا حوالي ربع معلقه كده من الفلفل الاسود. السمك بتاعنا فيه توابل، فانا مش عايزه يبقى طعمه توابل ظاهر قوي فيه، فمش هنكتر توابل في الخلطه بتاعتنا. هنا حطيت بقيه الخضره، وطبعا زي ما انتم شايفين تسبيكه تقيله، انا مش عايزاها تكون تقيله عشان عايزه السمك يكمل سواه فيها. فهعمل ايه؟ هنخففها بشويه ميه، حوالي كده كوبايه ميه او كوبايه وربع من الميه. شايفينها بقت خفيفه ازاي؟ انا عايزاها كده عشان لما احطها على السمك لسه هنسويه كمان على النار وهندخله تحت الشوايه، فمش عايزاه ينشف قوي، انا عايزه يكون الخلطه برضو باينه فيه. فهقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. هنا بقى هنجيب صينيه فرن، اي صينيه فرن حابه تسوي فيها السمك، وهنحط كده شويه من الخلطه في الصينيه من تحت في الارضيه بتاعه الصينيه، وهنرص السمك عليه فوقيها. تمام كده. دلوقتي بقى بعد ما هنرص السمك هنحط بقى الخلطة كلها على السمك كده من فوق، وهنخليه على نار يعني ياخد غلوتين على نار متوسطة. وبعدين بعد الغلوتين دول هنغطيه وهنهدي النار خالص ونسيبه لغاية ما يتشرب كل الصلصة دي. يعني انا عايزة بس اللي يبان يبقى التسبيكة بتاعتي اللي كانت اصلا متسبكة تقيلة. هوريكم انا قصدي ايه دلوقتي. انا هنا كنت مولعه البوتاجاز عشان ايه؟ يعني مش لسه هحط الخلطه وبعدين اولع، لا انا ولعت البوتاجاز عليه اهو. انا بحط الخلطه، شايفينها بتغلي ازاي. هغطي عليه بعد الغلوتين، يعني بعد اول غلوتين كده ههدي النار خالص وهسيبه لغايه ما يتشرب كل الميه دي. انا مش عايزه الاقي الفقاعات دي كلها، انا عايزه الاقي الخلطه هتبقى باينه معاكي على الوش. هوريكم دلوقتي شكلها يبقى شايفين. هنا بعد شويه كده كشفت الغطا، بصوا يعني في شويه ميه كده صغيرين، اول ما يختفوا هدخله على طول تحت الشوايه ياخد لون حلو. بمجرد ما ياخد لون هطلعه. شايفين يا جماعه شويه الفقاعات دول انا عايزاهم يختفوا. بمجرد ما هيختفوا شويه الميه دول هروح مدخلاه على طول تحت الشوايه. بمجرد ما هياخد لون هروح مطلعه على طول، وشكله هيبقى بالشكل التحفه ده. ما شاء الله ما شاء الله. بصوا بقت عامله ازاي. هو ده اللي انا كان قصدي عليه، مش باين اي ميه فيها، والخلطه ما شاء الله تقيله مش خفيفه خالص او صيصه يعني زي ما بيقولوا. فبجد ان شاء الله لو جربتيها بالطريقه دي هتعمليها دايما، مفيش حد هيدوقها من ايدك. تقدري تعمليها لو عندك عزومه بقلب جامد، واوعدك انك هتبقي استاذه في السمك، وكل اللي هيدوقوا من ايدك هيعجبه جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم، واتمنى منك لو ما حطيتيش لايك للفيديو ده يا ريت تحطيه، ولو ما اشتركتيش في قناتي يا ريت تشتركي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.